في حلقة النهاردة معانا واقعتين. الواقعة الأولى واللي هعرضها لحضراتكم بالصوت والصورة داخل الحلقة فهي لست مصرية موجودة في دولة الكويت، واللي حرفيا تصرفت مع رجل مسن في الشارع، رجل كويتي، وعاد للحياة مرة تانية بعد يعتبر مكان ميت بنسبة 99%. حضراتكم هتشوفوا الفيديو ده وحضراتكم تحكموا عليه بنفسكم. اما بالنسبة للواقعة التانية واللي برضو هنشوفها بالصوت والصورة، والواقعة التانية حرفيا هي صاحبة القصة اللي هتحكي قصتها، وهي برضو لست مصرية ولكن موجودة في دولة الامارات، واللي تعرضت حرفيا لكارثة بمعنى الكلمة. يعني معانا واقعتين، الواقعة الاولى واقعة ايجابية وواقعة سلبية. هنشوف الواقعتين مع بعض وحضراتكم تحكموا على الواقعتين بنفسكم. يعني كل اللي مطلوب من حضراتكم دلوقتي ان حضراتكم تكملوا معانا الفيديو للنهاية، ويا ريت لو تحط لايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف الست المصرية اللي موجودة في دولة الكويت ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. كم رقم هذا البس؟ يا رب يا رب يا رب يا رب احنا كسرت المرة من قبل بدون يا تصرف حكيم وتصرف سليم من ست مصرية موجودة في دولة الكويت، اللي بدأت تتصرف مع رجل مسن كويتي موجود في الشارع، واللي حرفيا ميت بنسبة 95%، ده لو ما قلناش بنسبة 100%. اتصرفت معاه بحكمة وبدأت ان هي تنشط عضلة القلب مرة تانية ورجع للحياة، وطبعا كل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثم بالمجهود اللي هي قدمته الست المصرية، واللي بالمناسبة أنا كمان أفتخر إن مصري زيها زي ما هي بتفتخر إنها ست مصرية وعملت التصرف ده. يا ريت إخواتنا يعرفوا التصرفات من إخواتهم المصريين اتجاههم، وكل ده ما يتنسيش في يوم من الأيام. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف الواقعة التانية واللي حرفيا صاحبتها هتحكي القصة على لسانها ونسمعها مع بعض، واللي حرفيا قصتها حكاية وهي موجودة في دولة الإمارات. السلام عليكم، أنا اسمي سارة، مصرية عايشة مقيمة في الإمارات، محامية مصرية مفروض، بس ما اشتغلتش في المحاماة لما جيت الإمارات، اشتغلت في مجال تاني. اتعرضت النهاردة لعملية احتيال وابتزاز إلكتروني، ومش عارفة المفروض اعمل ايه او اخد حقي ازاي. انا بقالي فترة يعني سبت شغلي، عقدي خلصت في الشغل، قاعدة من غير شغل يعني بقالي فترة، وبدور على شغل لسه ربنا ما قررش يعني ان انا الاقي شغل كويس او مناسب يعني. فاوريدي وعندي التزامات وعندي بنت، وانا يعني كان عندي مشكلة مع جهة ما دفع فيها مبلغ، بدور ان انا ازاي استرد المبلغ ده. حاولت معاهم يعني بالطرق الودية، ما رفضوا يعني. فقلت خلاص يعني شوف ايه الاجراءات اللي ممكن تتعمل لاسترداد المبلغ ده. فدخلت على على الانستجرام كده اللي هي الشكوى بتاعت حماية المستهلك. عملت دخلت قدمت الشكوى وخدت رقم، وقالوا لي خلاص احنا هنبحث في الشكوى وهيتم التواصل فيما بعد يعني. بالفعل النهاردة لقيت رقم بيتصل بيا، رقم إماراتي، تمام. ألو، أيوة أنا فلان من وزارة الاقتصاد، قسم حماية المستهلك. حضرتك مقدمة شكوى بتقولي فيها إن في كذا كذا كذا، كل التفاصيل كل حاجة بتتقالي، فما عنديش
ذرة شك واحدة ان في حاجة غلط، او ان ده مثلا تلاعب، او ان ده اللي بيكلمني ده نصاب، او ما فيش. يعني كل الداتا كل حاجة اتحكت زي ما انا كاتباها بالظبط. واحنا من حماية المستهلك لازم نرجع لك فلوسك، تمام. و طب ازاي؟ انا بحاول يعني اسال افهم استفسر. طب هتبحث الشكوى الاول ولا هترجع الفلوس الاول؟ طب يعني الاطراف، لا انا هرجع لك الفلوس وبعد كده احنا بنبحث الشكوى. اهم حاجه ان الفلوس ترجع لك، وكان بمنتهى الثقه وعارف كويس قوي مرتب كل حاجه، ما فيش ذره شك واحده. بالعكس بعت لي حتى على الواتساب الرقم اللي بيكلمني منه مكتوب متسجل كل حاجه على الواتساب. وزاره الاقتصاد، حمايه المستهلك، لوكيشن دبي، وانا اصلا في الشارقه، تمام. قال لي في تطبيق هتحمليه علشان نعمل اجراءات معينه ومش عارفه ايه. فانا كل ده متخيله زي الابلكيشنات اللي موجوده عندنا بتاعه الهويه او الMOI. الناس اللي في الامارات فاهمه انا بقول ايه. فانا تخيلت ان دي حاجه زيها يعني. هنا يعني معتادين ان احنا نعمل الحاجات من خلال الاونلاين يعني. فهبعت لك على الحساب. فانا متخيله ان هو ياخد رقم الحساب. اتاري هو اصلا كل ده التطبيق ده هو دخل بيه تليفوني. يعني هو اوريدي دخل هكر التليفون، ومفيش ذره حاجه تشككك. بالعكس هو كل كلام منطقي. حتى المسجات اللي كانت بتجيلي على الSMS العاديه فيها ارقام، هو اللي كان بيمليني الرقم. يعني مش بيسالني الرقم كام. انا فجاه لقيت ان في فلوس. انا ما عنديش فلوس في الحساب الحمد لله. في بطاقه الائتمان 7500 درهم. هم اصلا مش فلوسي، فلوس البنك اللي هو انا لو صرفتهم لازم ارجعهم. فلقيت المبلغ بيتسحب، بيجيلي SMS ان في عمليه شراء تمت. فبقول له ثواني استنى حضرتك، في عمليه شراء؟ لا 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 لا، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، دي رسائل عشوائيه، دي مش عارفه ايه، احنا بنرجعلك فلوسك. يا فندم ازاي؟ ثواني، لا احنا بنرجعلك فلوسك، انت في ايه؟ ايه الحل؟ الصرفه؟ يعني ما فهمتش. قال لي هتجيلك رساله بعد كده على الواتساب. انا هبعت لك اقول لك خلاص الفلوس دخلت في حسابك، شيكي على الابلكيشن بتاع البنك عندك. يا فندم ثواني. قال لي لا لا خلاص احنا كده تمام، البنك المركزي بس الفلوس هترجع لك، هتسترد وكده، اللي انت دفعتيها في الموضوع اللي انت مقدمه فيه الشكوى او بسبب الشكوى. قفلت بدخل على الابلكيشن بتاع البنك، لقيت ان انا عليا مديونيه ب7500 درهم في عمليه شراء تمت على مرتين. حاول اتصل بيه تاني، اتصل بيه اكتر من مره ما بيردش. اول حاجه جت على بالي ان انا اتصل بخدمه العملاء في البنك. ردوا عليا يعني موظفه مشكوره 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 يعني. قالت لي هو كان بيقول لك تمليه OTP او حاجه. قلت لها لا لا بالعكس، ده هو اللي كان بيقول لي الارقام. قالت لي لا يبقى هو كده راكب التليفون نفسه، يعني هو مهكر التليفون نفسه، يعني هو كده مهكر موقع حماية المستهلك ومهكر تليفوني من خلال اللينك اللي بعته. قلت لي انا هعمل لك بلوك على البطاقه، وهعمل لك بلوك على الحساب، وهعمل لك بلوك على كل حاجه، وهقفلها. وهو كده شكله مهكر موبايلك، فخلي بالك، ولازم تغيري بقى رقم تليفونك، تغيري الميل يعني. انا برضو مش مستوعبه هي بتقول ايه. طبعا ما حاولت اكلمه قبل ما اكلمها، ما كانش بيرد، كان بيكنسل. فجاه لقيته هو اللي بيتصل، فرديت ايوه. وفي ايه حضرتك؟ هو ليه كده يعني؟ هو انت مين؟ انا من حمايه المستهلك. قلت له لا اكيد انت مش من حمايه المستهلك، دي عمليه نصب. انا سحبت من عندك الفلوس، مش انتي محاميه؟ قلت له عرفت كمان انا محاميه؟ فقال لي انا دخلت تليفونك، خدت كل الصور، شفت صورك، وشفت النوتس بتاعتك، وشفت كل حاجتك، وشفت كل حاجه على التليفون. طب ليه؟ انت استفدت ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ يعني اللي هو المجرم بقى اللي بيطمن على الضحيه. ليه؟ هو كده. هتتعاوني معانا ولا تروحي بقى تشوفي هتسددي الفلوس اللي احنا سحبناها دي ازاي؟ انا انهارت طبعا، مش عارفه اتكلم، مش عارفه اقول ايه. ليه انت بتعمل كده؟ وليه؟ وانت مين؟ وتبع ايه؟ وانت مستحيل تكون مواطن اماراتي، مستحيل. رد عليه قال لي لا انا مش اماراتي، انا فعلا مش اماراتي، بس بيتكلم بنفس اللكنه بالظبط.
طبعا انهارت، وهو بيحاول بقى يبتزني بالصور والحاجات اللي على موبايلي. انهارت وقفلت، وطبعا جريت اشوف اي وسيله اشتكي بيها، اكلم اي حد يساعدني. رحت الشرطه، عملت بلاغ على MOI. يا جماعه طب دلوقتي الموضوع كمان مش موضوع نصب واحتيال الكتروني مادي بس، لا، في ابتزاز. النهارده الراجل ده دخل هكر تليفوني، دخل اخد اللي اخده من على التليفون، اي مكان صور، اي مكان، ايه عشان يبتزني بيه تاني. يعني هو لو كان لقى لسه في فلوس في الحساب مثلا كان خدها، ما لقاش فلوس يعني ما صعبتش عليه حتى، يعني اللي هو اخد اللي في الكريدت. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، عايزه اي حد يساعدني، يعني مش عارفه اتصرف ازاي، اقدر اخد حقي ازاي غير البلاغ. هل مثلا هيوصلوا له، هيعرفوا يوصلوا له، الفلوس هترجع مثلا للبنك؟ لان اوريدي دي مش فلوسي. طيب حاجتي الشخصيه اللي على الموبايل، يعني لا، مش عارفه اتصرف، مش عارفه، محتاجه اي حد يسمع يساعدني، لان انا فعلا مش عارفه اتصرف. حضراتكم شفتوا اهو قصتها قصة موجعة جدا، ولكن هنا انا عندي سؤال بسيط: فين دولة الامارات؟ فين التكنولوجيا؟ فين بلد الامن والامان اللي بيقولوا عليها في كل مكان؟ فين؟ ما هو ده، ما هي واقعة قدام حضراتكم اهي. فين الامن والامان؟ وفين الشرطة اللي بتلحق اي حد في خلال وقت بسيط جدا؟ الست طالعة بيبتزوها بصورها، وكمان اخدوا الفلوس اللي كانت على محفظتها. زي ما حضراتكم سمعتوا قصة موجعة. الست بتستغيث زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ولكن مش شايفة اي حد يقف جنبها غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يوفقها ويرجع لها حقها. ولكن هنا انا عندي رسالة بسيطة جدا، والرسالة بالاخص لكل بنت ولكل سيدة: صورك اللي حضرتك بتتصوريها وتحطيها على تليفونك، التليفون معرض اي وقت ان هو يتم اختراقه من قبل اشخاص اخرين. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، من ضمن الحاجات اللي حصلت مع السيدة المصرية اللي موجودة في دولة الامارات ان هي اتاخدت الصور بتاعتها من على تليفونها. فهنا من ضمن الرسالة اللي عاوزين نوضحها لحضراتكم ان الصور ياريت ما تكونش على تليفوناتكم، ياريت الصور ما تكونش على التليفون بتاعكم، لان هنا معرضين ان تليفونكم يتم اختراقه في اي وقت. طبعا انا بشارك مع حضراتكم الوقائع اللي زي كده لعل وعسى ان احنا نتعلم منها ونستفيد منها وما نكررش اخطاء غيرنا. يا ريت تشيروا الفيديو في كل مكان علشان الفيديو يوصل لكل واحد موجود وكل واحد يسمعنا، ويا ريت تحط لايك للفيديو. اشوف حضراتكم على الف خير. السلام عليكم.